بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا حضرتك. مشروع جديد، بار، جلسة شاور، عتبة فارمة على باب مصفح، حاجة بسيطة كده يعني. الشاهد في الكلام، بفضل ربنا وبمنته وكرمه، جبت حتة كده جالاكسي حلوة، جالاكسي ستار. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، في منتهى الروعة. هيتساءل البعض ايه اللي انت حاطه ده على الطاقية. هقول كلمة: حسبي الله ونعم الوكيل اللي كان السبب في قطع الشجرة اللي بقالها 11 سنة بتضل علينا في المصنع. مصنع صاحبي واخويا علي عزب، ربنا يبارك له في عيلته كلها وفي أولاده. حسبي الله ونعم الوكيل. نرجع لموضوعنا. المنديل. طبعا متابعيني هيخافوا عليا ويسألوني ايه المنديل اللي انت حاطه على دماغك، وانا عشان ما يبقوش محتارين هقول لهم طبعا لان درجة الحرارة كانت عالية جدا، والحديث بيقول: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. جو حر والراجل بيستحمل كل حاجة، مش الشمس بس، بيستحمل كل حاجة. ربنا من علينا وبقى في شغل، الدنيا بدأت تمشي شوية. بسم الله ما شاء الله، حتة جرانيت من اللي انا بنصح اي حد يشتريها، تكون جالاكسي لمعة محترمة تفرحك. الشاهد في الكلام، الجالاكسي هيبان لمعانه والصنعة اللي فيه، حتى لو كان الشغل بسيط وسيمبل وكلاسيك. بس في حاجة جديدة برضو قلت اشارك الناس فيها علشان برضو يعرفوا ان الدنيا ما بتقفش على حاجة. كل الناس اللي متابعاني عارفة ان انا يعني بشطف الشغل واروقه والزق كويس والزق تمام، مفيش حاجة بتفك. ولما باجي اصنفر باجي مصنفر 36، وبعد كده اجي حاطط بولش ايطالي، او اللي انا مسميه عندنا في بلدنا شمع سايل. ده بيتحط على حرف الرخامة بس، اللي هي اللي احنا كصناعية بنقول لها بسطوم. حرف الرخامة بنقول عليه بسطوم. الإفادة من الفيديو ده لأن أنا كل الناس اللي بتكلمني بفضل ربنا الحمد لله، نعمة من عند ربنا، إن أنا بفيدهم وبعرفهم إن أنت ممكن تستفاد مني، تاخد مني المعلومة بطيب خاطر، مش مهم مين اللي يعمل الشغل. نشر العلم ده واجب، يعني إن أنا أستأثر بحاجة عندي ليا لوحدي ده مش صح. بفضل ربنا برضو بدأت أرجع لمستوايا تاني في التمرين، ربنا أكرمني وبدأت أرجع للتمرين تاني، الحياة بتستمر. كنت تعرضت لكام كبوة كده ورا بعضها، بس لكل جواد كبوة. الجو حر فعلا، كان الجو كان نار. أنا كل ما أتخيل إن أنا كنت واقف في الشمس دي أنا الحمد لله برضو يعني مش واخد عليها، بس بيستحملها يعني. أنا متعود إن أنا أستحمل لأكتر من الشمس يعني بفضل الله. زي ما قلت قبل كده، الحديث بيقول: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. وطبعا اللي هيسألني يقول لي مين العبقري اللي كان بيصورك، هقول لهم ده ابني اللي بعد إسراء على طول، إسلام ابني، ربنا يبارك في عمره هو واخواته. زي ما حضراتكم شايفين دي السكوتشات، ده اللي انا كنت بصور الفيديو يعني. احنا صورت جالاكسي كتير وستار كتير، انا بصور علشان نشوف السكوتش هو بيصنفر، لانه بيدي تقريبا نفس لمعة الجالاكسي، بس طبعا مش اللمعة النهائية بتاعت الجلاية الآلي، لان الجلاية يبقى تلميعها اشد من الصنفرة كتير حتى لو بسكوتشات. ربنا اكرمني وسكوتشات معايا، بس مش العدد الكتير، وانا مش محترف سكوتشات. السكوتشات دي بتبقى درجات،
لغاية لما توصل لدرجة ناعمة جدا تديك لمعة تكاد تكون شكل التلميع الآلي، بس عمرها ما هتوصل للتلميع الآلي ده، برضو بأكد عليه تاني. دي الفكرة الأساسية من الفيديو، إن أنا عملت كده ليه بالسكوتشات، لأن إزازة البولش الإيطالي حاليا تقريبا ب 700 جنيه 600 جنيه في الحدود دي، كانت ب 200 جنيه، كانت ب 200 جنيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. المشكلة مش في الصنايعية ومش في التجار المستوردين، هي الفكرة كلها في إن الدولار سعره زاد، لأن حررنا سعر الجنيه، بقت قيمته الحقيقية قدام العملات الأجنبية لا تخفى على أحد. الوضع لا يرضي حد، لا يرضي أحد، يعني محدش عايز يشتري حاجة غالية عشان يبيعها غالية. لما بنبيع الخامة وهي غالية بيبقى السحب عليها قليل. وطبعا سبحان الله يعني يجعل سره في أضعف خلقه. عندي حلول هبقى أتكلم فيها في فيديوهات شورتس، مش نقعد نندب زي اللي بيندبوا. حلول تساعد، ممكن لو حد سمع بيها، أو ممكن ما تكونش إنها مش خيالية، يعني فعلا حلول لأزمات بجد، وتكون طالعة من حد مستوى الأكاديمي التعليمي التحصيلي مش قد كده. يعني ياما ناس معاها شهادات ما تتقلعش من الرجل. بس هتقول ايه بقى؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خلانا نقطع الشجرة ولا نقطع الزرع عشان يتحط مكانه الكسر. بس بصيت للزرع اللي انا كنت زرعه عند صاحبي واخويا علي، بصيت لقيته مكانه كسر دلوقتي. قلت كلمة كده جت في بالي: يا مربي في غير ولدك، يا زرع في غير أرضك. أنا زعلت على الزرع اللي كان بقالي 3 سنين بزرع فيه، وفي ثانية قطع واترمى، ملوش أي قيمة. سبحان الله، زي ما بيقولوا يموت المعلم ولا من الدنيا يتعلم. ده شكل الحتة الجلاكسي بعد ما صنفرت ولمعت ما حطيتش اي حاجة اللي هي الشمعة مع، ما جبتش ازازة شمع حتى العبوة الصغيرة لقيتها كمان مش موجودة. الجلاكسي اللي انا بركز عليه جلاكسي ستار، بسم الله ما شاء الله، الفص كبير ونحاسي وكتير، لمعة كانت جميلة الحمد لله. ربنا وفقنا وجبت حتة حلوة لناس تستاهل. معلم ابراهيم، مهندس ابراهيم، واتيفر بقى، عم ابراهيم بقى، زي ما تيجي. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.